هذه القصيدة للشاعر السلطان حامد بن عاطف، وعنوانها تحديا للأصمعي لو صابني ما صابني. صوت المنبه فاتني لا أشتكي لشكوتي، سعر الغلا أصابني قلا قلا غلغلغلي، سعر الأرز ب7 في 7 و7، والبر سعر 9 في أسواق الفقرقري، والزيت يبدو سائلا كالشاه بالقرنفل، والغاز سعر 5 ومشوار الرجنجلي، والنفط لون أخضر كألوان البغلغلي، والماء صارت بوزة تنقله بالنقل، والسعر يبدو باهظا كأنه عسل سلي، صار الغلا مصيبة والناس ترجو الرحل، مشيت وانا باصي معي أشكي زمان الغلق، باصي تعطل فجأة كم أشتكي للمعبسي، صرخت صوتا عاليا ما هذه العرنقلي، سمعت شيئا مزعجا كان شبيه الرقل، ومعمعة في معمعة ولا دريت من معي، وشيء يمشي ساحيا كمشية الغضنفر، وصوت أشبح تذو الحول ومن حويللي، وديك يبدو خائفا قلي، وصوت قط مماليا، والكلب هو 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 لي، والرعد يرعد راعدي رعد 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 ددي، والبرغ يبرغ بارغي برغ برغ بربر بغي، والريح هزت هزهزي هزا هزا هزهزي، وأمطرت تهمرني مطر 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 طري، رأيت ثورا هاربا من جنب بيت العمري، لكن هربت مسرعا كالبرق حين العلق، وقعت في بلد مليئة بالفجل، فصابني ما صابني وتكسرت أصابعي، وساعتي كانت معي فلم أجد إلا يدي، ملابسي قد قطعت قطع قطع قطعي، كأني شبه عاريا أو ميتا قد فر من أكفانه، رأيت رجلا ماشيا كأنه عرنجلي يمشي على عصا معوجة كالأفعة، فقلت له قل قل قلي أين طريق الأمل، فرد خايف مهتجي مهرولا هراولي، وقال اسمع يا فتى جلا جلا جلجل جلي، لأي أرض تنتمي هل أنت حوثي معتدي، فقلت لا 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 لا, لا تتهمني يا ولي، أنا الأديب اليمني وأرض يافع بلدي، رأس الظبي قريتي وابن عاطف لقبي، والبص هذا هو لي والثور أفقد عقلي، فقام هل 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 بي هلا هلا هل هل بي، وظل يدعو لي دعا 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 لي، رجعت أمشي حافيا ممزقا مبهدلي، والناس تضحك ضحكة ككعكلي، شماتة بالعاطف في أسواق أكتوبر بري أهل الظبي والموسط، لكن مشيت صامتا ولم أرى ورائي من خشية الناس اجمعي، تحديا للأصمعي لو صابني ما صابني من البلاء أو البلي، سأروي هذه قصتي للناس في كل زمني، وهمني ما همني مالي وما للناس لي، رجعت بيتي ناعسا ولم أجد وسادتي، نظمت قصة بارعة يعجز عنها الأدب، أقول في مطلعها صوت المنبه فأتم.